الحمد لله يا اخوانا. اي شخص ممكن قلق على حياتي وعلى صحتي وارتباني بصحة جيدة يتحدث عادي، يتكلم مرتاح، ما فيش يعني شيء يسبب القلق. انا قاعد مع الجماعة وكان ممكن هيك مقلقين من اني قاعد في خطر ولا قاعد مع ناس تعرف ربي، بالعكس الناس تعرف الله وعندهم قضية وأوفياء لقضيتهم، وبالعكس المفروض نحترمهم على وفائهم وتقديرا لوفائهم، نقدم لهم على الأقل هالحقيقة هذه وتساعد في تقديم هالحقيقة للناس اللي عانوا واللي كانوا أوفياء. وقاعد نقول احنا في زمن الغدر وفي زمن النسيان. هذول الناس أوفياء واحنا في أوج الحاجة للوفاء في هذا الزمن، ونتمنى العالم كله يحذو حذوة أنصار الإمام موسى الصدر أنهم يكونوا أوفياء مثلهم لقائدهم ولزعيمهم، مش مثل الذين برموا ظهرهم وانشقوا وهربوا ولا يكترثون للمصير. فأنا مرتاح وقاعد مع ناس تخاف الله وتخاف ربي، وزي ما قلت لكم ما تنشغلوا علي، أنا في صحة جيدة ومرتاح ومبسوط، وما شاء الله القضية هذه راح يكون في صدى لها ويسمعوني، لأن أنا قصدهم اللي عندهم أدلة إنهم يقدموها فورا بدون تلكك وبدون تأخير، لأن يكفي إلى هذا الحد من هذه المعاناة. كفى، يكفي ويكفي ظلم. الناس تبي أهلها، تبي ابنهم، قدموا لهم الأدلة. أنتم ليش غدوا بقبر الله؟ أنتم كل يوم واحد يمرض يموت كذا بقبر الله، شو بيقول لربي؟ يقول له خبر عن أدلة الناس، خلت تكفي هذه المعاناة، هذه انت معاناتك انت، وانت تريح نفسك تريح ضميرك. السلام عليكم.